لو انت بتحاول تبني AI او AI automation، اسمع ده كويس قوي. انت ممكن تقعد تقلد الناس اللي بتقعد تبني حاجات جامده جدا على اليوتيوب، والاوتوميشن دوت بيعمل 1 2 3 ومش عارف ايه وكل الكلام دوت، وفاكر ان خلاص دي اللعبه. انت تبني الاوتوميشن هو تقريبا 40 50% بس من اللعبه، الباقي هو الداتا بتاعتك. يعني الاوتوميشن ممكن يعمل لك خطوه واثنين وثلاثه، بس تعالى بقى خليه يجمع لك بيانات تعرف تستخدمها في الخطوات اللي بعديها. يعني من الاخر ازاي تجمع داتا تخليه يتعلم من نفسه. كل مره بيعمل اوتوميشن او كل مره بيعمل البروسيس بتاعته يبقى معاه داتا يخليه احسن واكفأ من المره اللي قبلها. الاوتوميشن هو عباره عن الطبقه اللي على السطح كده، لكن تحتيها في حاجات مهمه جدا. ازاي تجمع داتا معينه، ازاي تعرف تستخدمها تاني، ازاي تعرف تدرب بيها الاي اي نفسه، فالسيستم بتاعك يكون اذكى كل مره. فلو انت ما عندكش فهم كبير بالداتا ستراكشر والداتا بيز، وازاي تتعامل معاها وازاي تبنيها وازاي تكونكت كل حاجه ببعضيها، وازاي توصل الكلام دوت بالفرونت اند او بالاوتوميشن بالاي بي ايز، وازاي تجمع بيانات معينه قوي بتخلي الاي اي يتدرب عليها اول باول عشان يكون عنده فهم اكتر واذكى بالبراند او بالشركه، وكمان الكاستمرز اللي بيتعاملوا مع الشركه او البراند. فعلا هتكون بتبني حاجه فاضيه ملهاش اي معنى. عشان كده سيبك من كل الاي اي اوتوميشنز اللي بتقعد تتبني حواليك ديت، ركز في ان انت عايز تعمل حاجه فعلا ليها معنى وفعلا بتحل مشكله.